عمرك تخيلت ان الموبايلات اللي بنستخدمها يوميا ممكن تبقى في يوم من الايام موضه قديمه ويجي مكانها حاجه نستخدمها مكانها؟ من يومين تم الاعلان عن نظاره ميتا ري بان ديسبلاي ومعاها صور رياضي، ده اللي بتلبسه في ايدك لما تيجي تحرك صباعك، الاشاره العصبيه اللي رايحه للعضله علشان تحرك صباعك ده الصور ده بيلقطها، فبالتبعيه بتقدر تتحكم في النضاره، تاخد صوره، تحرك ايدك بشكل معين ياخد صوره، تعمل بايدك حركه مختلفه يدخلك على الواتساب وهكذا. النضاره العبقريه دي بتلبسها وبيبقى قدام عينك كأن شاشه صغيره كده تقدر تتابع من عليها كل حاجه. لو رايح مشوار او مكان مختلف وانت مش عارفه، مش هتفتح موبايلك وتمشي على GPS، لا انت هتبقى شايف بعينك انت رايح فين بالظبط. تاني حاجه بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج فيها، لما تكلم حد بلغه مش مفهومه هو هيترجم لك على شاشه النضاره دي هو بيقول ايه بالظبط علشان تقدر انك ترد عليه. ومش بس كده، ده انت بايدك دي بس وانت لابس الصور تكتب بس كلام على اي ترابيزه قدامك او على اي مكان ما، وتقدر تكتب 30 كلمه في الدقيقه الواحده. فيها كاميرا وفيها مايك تقدر تصور صوره او حتى انك تصور فيديو او حتى انك تتكلم من خلالها فيديو كول. تقدر نقول ان النضاره دي بتقضي على الايربودز، لان النضاره دي مدمج فيها سماعه تقدر انك تسمع من خلالها اغاني، كمان حتى تكلم الذكاء الاصطناعي وتسمعه بيقول لك ايه من خلال السماعه. برضه على سيره الذكاء الاصطناعي، فانت لو واقف في متحف وعجبك لوحه معينه او تمثال معين، من خلال بس انك تبقى لابس النضاره دي هو هيحكي لك قصه التمثال ده او قصه اللوحه دي. نضاره مليانه مميزات كتير جدا. اكتب لي تتوقع سعرها يكون كام، وما تنساش اللايك والفولو عشان تشوف كل جديد.